ثلاثة بعد هذه المقدمة نروح مباشرة للترجمة لعالمنا الجليل ابن عبد البر رحمه الله تعالى. جده محمد بن عبد البر، جده من العلماء، من كبار العلماء في قرطبة في الأندلس. والده أبو محمد عبد الله كذلك هو عابد محدث فقيه، بل أكثر من ذلك هو يعد من أهل الحل والعقد. جديس ذا مسناو فاس ذوين غران علم الحديث، محدث يعني ذوين يغران الميراث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذا الفقيه ذا مسنوى قران، عابد زاهد ذيون الله من أهل يعني ذا عرضي سقى عرضيين يا أخي وين ما إلا يحصل لكن يبوها يطلع أعراض نتسسق عرضيين وقيد فافاس اسمي موثي جد ميس أجي يعني العالم أجي نغبوسا يجاهد من الزي 12 سنة ذي العمريس أنا وقت كفلنيس ذي يماس فرباتي ذي يماس سقوا اسمي ساعة 12 سنة بافاس يموت في 50 سنة ذي العمريس ميسي جاتي 12 سنة مات أبوه وتركه عمره 12 سنة ومات أبوه وهو في 50 من عمره وتكفلت به أمه وربته أحسن تربية وكانت تنصحه لحضور مجالس العلم. إما قال لقد حضر أندلني مسنوان أندلنت الحلقات لانت مجالس العلم روح تحضر روح داو غمض روح داو الطموسني سيثالة سلعوانصر مسنوان كانت توجهه دائما إلى حضور مجالس العلم. فحفظ القرآن الكريم ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك تعمق في علوم القرآن وتعمق في علوم الحديث ودرس السيرة النبوية العطرة ودرس علم الرجال وألف فيه، وكذلك درس اللغة العربية والشعر والأدب، وكذلك كان ذكيا يعني من صفاته التي يمتاز بها كان ذكيا فيحسن استثماره لوقته، يستثمر وقته أحسن استثمار. حينما ننظر إلى مخلفاته ندرك مستوى الذكاء والإتقان الذي كان يتمتع به هذا القطب الكبير هذا العالم الجليل. تلقى العلم على 100 شيخ بطريقة مباشرة يعني وقذي في الصغرن 100 أم كل يوم دا وقذي العلوم ذي القرآن وقذي علوم السنة وقذي علوم حتى ذي علم الفلك يعني فقط يعني نركز على علوم الشريعة ولكن هو صاحب عقل موسوعي. وطبعا هو ينتمي إلى مدرسة الموسوعيين الذين يعني يحملون الكثير من العلوم والمعارف. توفي سنة 463 للهجرة وعاش 90 سنة يعني هذا ممن عمر. درسنا لبعض العلماء الذين عاشوا يعني مدة قصيرة قل من وصل 50 سنة نصف قرن، ولكن هذا العالم الجليل عمر عاش 90 سنة وحياته صفحات من العلم ومن التحصيل ومن العطاء. إذا توفي سنة 463 للهجرة. شيوخه كثيرون قلنا 100 نذكر بعضا منهم: إبراهيم بن شاكر القرطبي أبو إسحاق، إبراهيم بن قاسم بن عيسى، نذكركم كبار العلماء الذين تتلمذ على أيديهم. أحمد بن عبد الملك الإشبيلي وهو شيخ المالكية وهو شيخ المالكية في قرطبة وأخذ عنه المدونة وهو من الدواوين العظمى في الفقه المالكي. أحمد بن عمر الإشبيلي من شيوخه، أحمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن الباجي، سعيد بن عثمان البربري الأندلسي، عبد الله بن محمد القاضي. هؤلاء بعض الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم. مصنفاته كثيرة منها فأولا قبل أن نذكر هذه المصنفات يعني أحدهم ذر قصيدة طويلة عن ابن عبد البر مما ورد فيها: يا من يسافر في الحديث مشرقا، اللي راه يبحث عن علم الحديث
ومغربا في البحر بعد البر. لأن العلماء كانوا يقطعون يعني مسافات طويلة، أضروح هذا يزمن البحور ويذورار صحاري إلى آخره باش داوين يون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا من يسافر في الحديث مشرقا ومغربا في البحر بعد البر المسكينة ما أن يرى أبدا لكتب صاغها. يعني هذا الذي الباحث عن العلم من الميولة في كتاب ابن عبد البر بالغرب حافظها ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر. معنى يتوقف ليلقى مثل هذه الكتب، سنذكر بعض منها الآن، يعني يتوقف يقول أنا داروح أكتفي بهذه الكتب خطر العوان صر يعني ثم قرانين ديت ساكن ثم سنين ثم قرانت. لذلك كثر الطلاب كما قال المتنبي، قال والمنهل العذب كثير الزحام. المعنى العين صار نسعنا من زديا من يصفان من يلهان أتفض تروح نغرس الغاشية طاس يتسيلي طاس الغاشي في اللاسيغر خطر ذمن زديان ذمن يصفان الله يبارك. والمنهل العذب كثير الزحام. هكذا كان ابن عبد البر رحمه الله. من كتبه أذكر على سبيل المثال البيان عن تلاوة القرآن، هذا كتاب قيم جدا. المدخل إلى علم القراءات، كتاب آخر الشواهد في إثبات خبر الواحد. عنده أيضا كتاب آخر اسمه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، هذا هو في 9 مجلدات 9 مجلدات. وكاين أيضا كتاب الاستذكار. الاستذكار هو هذا عنده 30 مجلد، إن شاء الله يجي نهار نقرأه إن شاء الله. وهذا الكتاب يا إخواني الكرام، مع هذا الكتاب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن الاستغناء عن هذين الكتابين، لا يمكن. لكل من يتصدر مجالس العلم أو مجالس الإفتاء لا بد أن يطلع على هذين الكتابين القيمين. هذا الكتاب التمهيد 9 مجلدات، هذا الكتاب الاستذكار 30 مجلد. وعنده كتاب آخر أيضا هو هذا الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أيضا 3 مجلدات من هذا الحجم. وعنده كتاب هو جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله. هذا الكتاب الذي ندرسه اليوم عدد الصفحات 531 صفحة.